استغلوا الوقت اللي بتكون فيه الطماطم سعرها منخفض في السوق، وهاتوا منها كمية كبيرة كده واغسلوها بالمية والخل. بعد ما تتغسل كويس قوي برضو لازم تفتحوها من جوه كده، علشان لو في دودة او اي حاجة تقدروا تتخلصوا منها بكل سهولة. فما تحطوهاش وهي سليمة كده، لازم تفتحوها وتتأكدوا ان مفيش اي حاجة فيها من جوه. برضو لو فيها اي حته بايظه او اي حاجه برضو لازم تشيلوها. تعملوا كل الكميه بالشكل ده. هنجيب بقى الفلفل الاحمر اللي احنا فرزناه مع بعض، حرفيا خطير، بتستخدموه في كل حاجه. لو فيها بذر من جوه كده تشيلوه. تضيفوا بقى كمية فلفل كده عليه وكوباية من المية، وتسيبوها بقى على نار عالية في الأول، وبعد كده ممكن تهدوا النار عليها. نحط عليها معلقة من السكر ونص معلقة من الملح، معلقة كبيرة مليانة من السكر ونص معلقة من الملح. السكر مادة حافظة بتحافظ عليه لمدة طويلة وما بيجرالوش أي حاجة. اضربوها بقى بالهاند بلندر أو استنوها لما تبرد واضربوها في الخلاط بكل سهولة. هتتعمل معاكم خطيرة جدا. شايفين الحمار ده من الفلفل؟ ممكن تصفوها بقى بعد كده وتحفظوها في أكياس تخزين في الفريزر. حرفيا منجزة، في أي وقت أنت مستعجلة فيه بتطلعي الكيس كده يا دوب يفك وتستخدميه، او ممكن يفك على النار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.